شكون مازال ما جربتش هاد الكيكه تاع المندرين اللي راهي دايره حاله؟ الوصفه تاعها بزاف سهله والنتيجه رائعه. كيكه خفيفه وبنينه ومكوناتها اقتصاديه. بما انه رانا في وقت المندرين نوضوا تحضروها معايا. كأول مرحلة جبت هنايا الطاس تاع الميكسور، درت فيه 2 حبات تاع مندرين صغار. اذا عندكم المندرين كبيرة شوية ديروا غير وحدة تكفي، مع 2 حبات بيض وقرصة ملح. البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ دائما. ميكسيت كلش بالبرا كما راكم تشوفوا. جبت هنايا ان ريسيبيون وصفيت فيه الخليط بهذه الطريقة. وهنايا زدت 100 غرام من السكر العادي وخلطته بالفوي جيدا حتى ذاب. زدت ايضا مبشور حبة مندرين و150 مليلتر من الزيت النباتي على دفعات كما راكم تشوفوا. بعد ما كملت كامل الزيت زدت 150 مليلتر من الماء. الماء يكون بدرجة حرارة المطبخ، وخلطت كامل المكونات جيدا بالخلاط اليدوي كما راكم تشوفوا في الفيديو. وفي الاخير زدت 220 غرام من الفرينة مع 10 غرام من الخميرة الكيميائية. دخلتهم مليح في الخليط الاول حتى تحصلت على خليط متجانس القوام تاعو كما المسكوتشو. جبت هنايا حبات المندرين قشرتهم وقسمتهم على 2 بهذا الشكل وخليتهم بجهه. وجبت المول اللي راح نطيب فيه الكيكه تاعي، دهنته مليح بالمارغرين ورشيته بالفرينه كما راكم تشوفوا. زدت من الفوق 3 ملاعق كبار تاع السكر، واستفت المندرين تاعي داخل المول بهذه الطريقه باش تجي الكيكه تاعي شابه كي نديمو ليها. فرغت الخليط داخل المول ودخلته للفرن على 160 درجه من تحت. هاوليك الشكل تاعو بعد ما طاب وبرد شويه. نحيته من المول بكل سهوله وزينته بالسكر غلاس من الفوق. وهذه هي النتيجه امامكم. كيكه بزاف شابه وسهله في التحضير، مكوناتها اقتصاديه وبنتها هايله، يجي فيها ذوق المندرين. قسمتها لكم هنايا باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل. تجي اونزيري مشربه وخفيفه. صدقوني بزاف بنينه، جربوها ورجعوا لي بالخبر. في الاخير نقول لكم تهلاو في روحكم ومع السلامه.